السلام عليكم واهلا وسهلا ومرحبا مشاهدينا الاعزاء والاوفياء، كنجدد ترحب بكم. كنتمنى تكونوا بخير وبالف خير وبصحه جيده. البنات اليوم ان شاء الله غنشارك معكم الكسكسو بالارز او الكسكسو الروز بالخضار مفور. كيجي لذيذ جدا ورائع البنات، خفيف وما تشبعوش منه. كنتمنى الى اعجابكم وتتابعوا معايا الفيديو حتى الاخير. وما تنسونيش من اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما كل جديد، فضلا وليس امرا، وفرجه ممتعه. كنتمنى الى الاعجاب لكم الفيديو وتتابعوا معايا حتى الاخير. كنبداو بسم الله على بركه الله مع طريقه التحضير وفي نفس الوقت ذكر المقادير. باش ما يجيش الفيديو طويل البنات غنحتاجوا معلقه ديال السكنجبير او الزنجبيل، معلقه كبيره. ايضا معلقه ديال الكركم او الخرقوم. ايضا معلقه ديال الفلفل الاسود الابزار. وايضا القليل من الملح لان الدجاج مغسول بالملح والحامض، يعني ما نكثروش. القليل من الماء باش غنخلطوا هاد العطريه، ثم القليل من الملون. كنخلطوا هاد الشرموله اللي غنشرملوا بها الدجاج، وكنحتاجوا الدجاجه من وزن 2 كيلو وربع. كنخلطوها جيدا، كندخلوا فيها هاد الشرموله، كنخلطوها جيدا بهاد الشرموله، وكنحتفظوا بها لمده ساعه او على حسب الوقت ديالكم، ساعه الى ساعتين. كنخليوها تشرب ديك العطريه. كنتكوها بالسكين باش تدخل فيها الشرموله جيدا، ثم كنحتفظوا بها على جنب كيف ما قلنا. ثم كناخذوا الطنجره اللي كنحكوا فيها بصله وحده متوسطه الحجم، ايضا حبه ديال الطماطم كنحكوها هي الاخرى. ثم كنضيفوا الملح والفلفل الاسود والابزار، ثم الزنجبيل، وايضا الخرقوم او الكركم، وايضا الملون، ثم كأس من الزيت. وكنخلطوا هاد العناصر كيف ما شفتوا معايا من بعد ما ضفت الملون. الان كناخذ الدجاج اللي خليته كيف ما قلت لكم، خليته واحد المده يتشرب لنا ديك الشرموله، وكنصب عليه ديك الشرموله اللي بقات لانها باش ما تضيعش. ثم كنضيف حزيمه او قبطه ديال القزبر والمعدنوس، وكنوضعوه يتشحر على النار. كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما تشحر كنضيفوا ليه الماء الكافي اللي غادي نضج لنا فيه الدجاج.
ثم كناخذوا مقدار كيلو من الارز، وانتم كيبقى لكم الاختيار اللي غادا نسلقوا في الماء والقليل من الملح نصف سلقه والقليل من الزيت ايضا. وهنا عندي بطاطا اللي مقطعه على هذا الشكل دوائر، اللي هي ايضا غنسلقها في القليل من الماء والقليل من الملح. وعندي هنا الفلفله والجلبانه وايضا الجزر مقطع مكعبات. من بعد ما نضج لنا الدجاج وكنحيدوه من الطنجره، كنضيفوا الفلفله مقطعه مكعبات مقدار 2 فلفلات متوسط الحجم، ايضا جلبانه مقدار اللي بغيتو، والجزر مقطع على شكل مكعبات، 2 الجزرات حتى 3 على حسب اختياركم. ثم كنضيف القليل من الماء وكنخليه ينضج لنا. ايضا مكعب من ضامد البنه ديال الدجاج. وهذا الارز ديالنا من بعد ما سلقناه نص سلقه كنديروه على البخار يتبخر جيدا كيف ما كتشوفوا معايا. كنسلقوه غير نص سلقه في الماء وقليل من الملح، من بعدها كنديروه على البخار حتى كينضج. وفي الاخير هذا هو الارز من بعد ما فورناه كيف ما كتشوفوا معايا، يعني كيجي كل حبه على حده، يعني كيجي ناشف وطايب مزيان على حقه وطريقه. يعني باش نلخص المقادير، يعني المراحل اختصاصات الوقت. يعني الارز كيتسلق في الماء والقليل من الملح نصف سلقه، من بعدها كنوضعوه في الكسكاس كيتفور على البخار كيكمل النضج ديالو، ومن بعد كنقدموه بهذه الطريقه. وهذا الدجاج ديالنا من بعد ما دهنته بقليل من الزبده ودخلته الفرن خدا داك اللون، وكنسقيوه بهذا الشكل هذا بهذيك الخضيره ديال اللي طيبناها في المرق ديال الدجاج. ثم البطاطس ديالنا اللي سلقتها في الماء والقليل من الملح كندوزها في البيض وكنقليها في الزيت ساخن، كنزين بها على هذا الشكل باش يكون لنا طبق متكامل صحي ومغذي وفيه جميع العناصر يعني الاساسيه للتغذيه. ثم كنزين على حسب الذوق ديالكم. انا خديت البيض مسلوق اللي زينت به بهذا الشكل، وانتم لكم الاختيار كيف ما بغيتوا تقدموا الطبق ديالكم. طبق سهل وبسيط لكن لذيذ جدا في نفس الوقت. كنقدموه مرفوق مع هاد المريقه ديالو او لاصوص اللي كتبقى، كنرفقوه معها اللي بغى كاضافه. كيف ما كتشوفوا معايا كيجي هاد الطبق البنات الا جربتوه ما تشبعوش منه، كيجي خفيف ولذيذ جدا. وكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش البنات من اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما كل جديد. وكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، والى اللقاء في فيديو قادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.